السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود علي. هنتكلم عن ماتش الزمالك والأهلي في برنامجكم رباعية كرة على اليوتيوب. هنتكلم عن ماتش الأهلي والزمالك. طبعا الأهلي هنتكلم الأول، نبدأ بالنادي الأهلي والخطط اللي هيبقى جوميز ضد مارسيل كولر. هنبدأ بالنادي الأهلي. النادي الأهلي بيعيش أزهى فترات حياته من حيث الفرقة كلها. هنتكلم الأول بقلوب الدفاع اللي رامي ربيعة بيعيش برضه فترة كويسة جدا جدا على التطور البدني وعلى مستوى التهديف. على مستوى التهديف رامي بيلعب بقاله فترة، بيشتغل براسه، بيشتغل بدماغه كويس جدا جدا جدا. ما حسيناش بغياب عبد المنعم في ظل تألقه في الماتشين بتاع جرومايا اللي كسبوا النادي الأهلي 3 في الذهاب و3 في العودة. طبعا ده كان كده النادي الأهلي بيكشر عن أنيابه في ظل برضه وجود تدعيمات الصفقات اللي عملها النادي الاهلي. سواء هنتكلم عن اشرف داري، سواء هنتكلم عن يحيى عطيه الله اللي برضه ظهر بمستوى عالي جدا، سواء هنتكلم عن عمر الساعي اللي جه من النادي الاسماعيلي. كانت صفقات كويسه جدا جدا على المستوى المطلوب والمرجو من النادي الاهلي. النادي الاهلي هنبدا بقلوب الدفاع. هيلعب طبعا بمحمد هاني، بقاله فتره كبيره بيلعب جدا، بيلعب اساسي وظل اعتماد مارسيل كولر عليه. طبعا هنبدا اكيد يعني توقعي ان هيبدا بياسر ابراهيم ورامي ربيعه اللي هو متوهج. بس برضه اللي هي الحاجه اللي هتبقى مقلقه شويه ظل تراجع مستوى ياسر ابراهيم. مقلي شويه، لكن ان شاء الله هيعمل ماتش كبير. طبعا هنتكلم، طبعا اتكلمنا عن رامي ربيعه بيعيش ازهى فتراته. هنتكلم بقى برضه على باك الشمال يحيى عطيه الله اللي هو لعب الماتش اللي فات، وكده واضح ان المدرب هيعتمد عليه الفتره الجايه. بس اللي انا لاحظته برضه ان هو متختخ سنه، زايد في الوزن حاجه بسيطه، بس تالق الماتش اللي فات وعمل اسيستين. فيعني الدفاع بتاع النادي الاهلي شايفه يعني يعتبر هيبقى من افضل الخط دفاع عالي في المستوى في الدوري المصري وكمان في افريقيا. طبعا هنا على خط النص طبعا عنده افضل خط نص النادي الاهلي انا بالنسبه له في افريقيا برضه. سواء نتكلم عن امام عاشور، سواء نتكلم عن مروان عطيه. طبعا بالاضافه لاكرم توفيق برضه اللي برضه ظهر بمستويات مرجوه، وبرضه في الموسم اللي فات نهى الموسم بمستوى جامد جدا. كان الاول في شكوك على مشيان وقعدان، ولكن الاداره اتمسكت بيه، وطبعا لان اكرم بيأدي كويس جدا جدا. طبعا هنتكلم على ناحيه اليمين والاجنحه. هنتكلم على حسين الشحات انا بعتبره حصان اسود في الماتشات الكبيره، هي اللي بتظهر اللعيبه الكبيره. فحسين الشحات يعني حاجه كده، انا صراحه معتمد، انا واثق في حسين الشحات وبخت النادي الاهلي بيه، لان هو لاعب بيظهر في الماتشات الكبيره، وخامه اللعيبه ديت مش اي لعيبه. فحسين الشحات انا متوقع ان هو بادئ اساسي طبعا. هيلعب طبعا بيرسي تاو برضه. بقول لكم النادي الاهلي يعني على المستوى اللي موجود، هو النادي الاهلي افضل بكتير جدا جدا من نادي الزمالك من حيث التشكيله عامه وككل. فهيبدا بيرسي تاو طبعا الهداف وسام ابو علي، لعيب نهي الموسم اللي فات، لعب من بدايه يناير جايب 18 جون. بيلعب كويس بدماغه، بيتحرك محطه، بيستلم، لعيب صراحه فعلا هو ده اللاعب المحترف الاوروبي اللي هو جه الدوري المصري اخر 10 سنين، او اخر، تقدر تقول اخر 20 سنه في مركز الهجوم في المحترفين. طب تخيل بقى ان اللاعب ده لو كان كمل بقى وبدا من بدايه الموسم، بس يبعد عنه الاصابات، هو هيضرب الموسم الجاي، وانا حاسس ان هو هيعمل اعمال جامده جدا في ظل التدعيمات اللي موجوده برضه. ولسه برضه يناير النادي الاهلي ممكن يعزز في ناحيه الاجنحه برضه، لان هو مشى لاعيبه زي عبد القادر، ومشى زي اليو دانج في نص الملعب ممكن برضه لكن انا شايف ان النادي الاهلي طبعا كاسكواد وكتيم هو يعني متفوق جدا على نادي الزمالك. بس طبعا الماتشات اللي هي بتبقى ماتش بطوله، ده ماتش طبعا ليه اعتباراته، ليه احداثياته لوحدها جدا جدا. فنادي الاهلي الصراحه انا بالنسبه لي بالمدرب ده هو هيعمل ماتش جامد جدا. ننقل على الناحيه الثانيه.
وهو نادي الزمالك. نادي الزمالك في ظل المباراتين بتوع الكونفدراليه اللي لعبهم فهو قلق الجماهير منه، لانه اللعيبه ظهرت بمستوى اقل من المطلوب. صراحه الماتش بتاع الشرطه الكيني، ده لعيبه كانت مستواها باهت جدا بره. يعني لعيب لولا لعيب موجود، لعيب خبره زي عبد الله السعيد بكوره يقدر يخلص لك الماتش. دي قيمه عبد الله السعيد، ان هو لعيب خبره لعيب دولي من زمان. مش هنتكلم في معامل السن وكده، هو اللي خلص الماتش. لكن انا كنت شايف ان الزمالك طبعا كان عنده قصور جدا في اغلبيه التيم. لكن اللعيبه اللي هي الكواليتي العالي بيفرق في الماتشات اللي زي ديت. ماتش العوده برضو نفس الكلام. لكن نتكلم على التيم عامه ككل. هي طبعا هيبدا طبعا هو بادئ بقاله فتره بيبدا بصبحي، ما تعرفش بقى هيفاضل بينه وبين عواد. بس انا بالنسبه لي يبدا بعواد، لان عواد خبرته اكبر في الماتشات دي بالذات. بس هو بطيخ ببطيخ يعني. بس اللي انت اللي هو احسن كويس انا اشوف ان هو عواد. يعني بالنسبه من وجهه نظري انه يبدا بعواد. لا طبعا خط الدفاع وهو كارثه من الكوارث. في وجود حسام عبد المجيد او مصطفى الزناري، وواحد منهم هيلعب في ظل ان المسلوس بيقدم مستوى جامد جدا يعني، وثابت بقاله فتره على مستواه. طبعا ما تعرفش بقى، هي على حسب بقى. هيبدا بعمر جابر، هيبدا بمحمد شحاته ناحيه اليمين وينقل عمر جابر هناك، او هيبدا بمحمد حمدي اللي ما لعبهوش من ساعه ما جه، ولا حتى ما شاركوش فتره بسيطه. ولا بنتايج ده اللي هو بقاله فتره طالع اخبار من نادي الزمالك وعلى السوشيال ميديا وكلام من ده، ان اللاعب ده مش في اقتناعات المدرب، وتقريبا هيمشي في يناير. بس المدرب طلع نفى الكلام ده، لكن ما اشركش اللاعب. رغم ان هو يعتبر مضوا معاه جه تاني يوم. ما تعرفش النادي بتاعه يعني كان عايزه يلعب، عايز يسوقه وكلام من ده، فقال لك افريقيا وبتاع. طلع جاي من سانت تيان، فريق في دور الدرجه الثانيه الفرنسي، بس ما كانش فيه اي اعتماد عليه. زيه زي اشرف داري صفقه النادي الاهلي برضه. ما كانش فيه اعتماد كبير جدا عليه، لكن لعيب مونديالي برضه، واللعيبه الموندياليه ديت بتفرق في الماتشات الكبيره. لكن طبعا اشرف داري مصاب مش هيبدا الماتش. فهنرجع تاني لتشكيله نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما قلنا، فهو المشكله اللي هتبقى عنده هي قصور، هي في متيب وفي الزناري، فما تعرفش. بس انا بالنسبه لي يبدا بالزناري. هو الزناري عنده برضه مستوى يعني، بس انا اثق في الزناري شويه. لكن متيب هو متيب بطيء. حسام عبد المجيد بطيء شويه بالطلوع بالكره، ولو في مرتدات في ظل سرعه وسام ابو علي فده هيأثر جدا على مستوى نادي الزمالك. فانا بالنسبه لي هو يبدا بالزناري افيد شويه عن حسام عبد المجيد. نيجي لخط النص، طبعا لازم يبدا بدونجا انا بالنسبه لي يبدا بشحاته ودونجا لازما اساسي، وقدامهم عبد الله السعيد. ده عشان ايه؟ عشان خاطر نادي الاهلي طبعا نص ونص الملعب بتاعه اللي هو فارق جدا عن جميع الانديه بتاع الدوري المصري، بينافس كمان الانديه. انا شايفه في افريقيا كمان افضل من خطوط نص الملعب. لكن تبدا لي بناصر، وفي ظل ان ناصر مش قد كده في الدفاع، وعبد الله ده هيبقى فيه حمل كبير جدا جدا، وممكن تبهوأ من نادي الزمالك. طبعا فهو انا شايف يبدا بدونجا وشحاته الاثنين في نص الملعب، ويلعب بعبد الله السعيد. ناحيه اليمين طبعا زيزو اساسي. ناحيه الشمال انا بالنسبه لي يا ريت يبدا بكونراد مشلاك ده، لان هو لاعب جاي من تركيا ومن الدوري السعودي، اللي هو انا شايفه يعني لاعب يعني مش هيحتاج يتاقلم او كده، هيبقى هينجز. لاعب لعب في اوروبا، لعب في تركيا، لا مستوى اقل من اوروبا شويه، فمش هيبقى محتاج اللي هو السنه قبل ما يتاقلم او تنزله الشوط الثاني. انا بالنسبه لي يبدا بيه طبعا وطبعا يلعب بالجزيري. الجزيري، لان الجزيري متوهج الفتره في نهايه الموسم، لسه ما يجربش المهاجم اللي هو عمر فرج الجديد، لانه برده ما ادالوش، فهو مدرب عليه علامه استفهام غريبه يعني. حتى ما بس برده هيعذر في الماتشات يعني، ما اداش برده للاعيبه اللي هو جايبها جديده دي، ما قالناش ممكن يعمل مفاجآت، يبدا مثلا بحمدي، يبدا بعمر فرج، يعمل تغييرات. ما برده الماتشات اللي هي الوحيده اللي بالبطوله ديت برده بيبقى عليها اختلافات. لكن انا شايف يعني ان شاء الله هيبقى ماتش قوي جدا، ومش هيبقى فيه تحفظ، لان انا شايف ان الماتش ده هتبقى ان شاء الله يعني
2-1 لنادي الزمالك. ده توقعي. هيبقى ماتش كبير جدا. طبعا الجماهير هتبقى في الملعب، هيبقى في الكينج ارينا، عليه هيبقى فارس عوض، انت بتتكلم في عصام الشوالي، هيبقى مفتوح على بين. فهيبقى ماتش كبير. وان شاء الله لو شفت الفيديو يبقى علق لنا بالنتيجه. كان معاكم محمود علي في رباعيه كوره، وان شاء الله استنونا في فيديوهات كتيره. احنا كنا قاطعين الفتره اللي فاتت، وان شاء الله استنونا في فيديوهات. سلام.